المغرب هي رؤية ملكية كريمة تضع الإنسان في صلب المسار التنموي بالنظر للقواسم المشتركة التي تجمع المغرب بإفريقيا كالدين والطبيعة الاقتصادية والبشرية والحضارية. بالأمس القريب وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللبنات الصلبة لتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات المغربية الإفريقية، واليوم لبنات أخرى توضع على درب هذا المسار المتميز في شرق القارة. صفحة جديدة تفتح في سجل العودة لتعميق العلاقات الطبيعية التي سادت بين المغرب والدول الإفريقية منذ قرون خلت، والتي هي بالأساس علاقات حضارة وأفراد ينتمون لنفس الأرض ويتشاركون نفس الطبيعة والهوية والعرق. المغرب هو إفريقيا، وإفريقيا هي المغرب. الحضور المغربي في إفريقيا يتأكد يوما بعد آخر بفضل ريادة جلالة الملك حفظه الله وسياسته الحكيمة والرشيدة على الصعيدين الإفريقي والدولي. تم تبادل الهدايا الرمزية بين قائدي البلدين جلالة الملك حفظه الله وفخامة رئيس جمهورية تنزانيا السيد جون بومبي ماغوفولي، وتأكيد آخر لمتانة وعمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين المغرب وجمهورية تنزانيا، والتي تجد اليوم ترجمة قوية لها في الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك حفظه الله لهذا البلد في شرق القارة الإفريقية. وقد قام جلالة الملك حفظه الله بتوشيح رئيس جمهورية تنزانيا بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة لكبار القادة والشخصيات العالمية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الرئاسي بدار السلام مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية قامة السيد جون بومبي ماغوفولي. زيارات ملكية مكثفة لإفريقيا بدأت بدول